السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد، والنهاردة معانا ميزانية غسيل لمدة اسبوع ب50 جنيه بس. انا طبعا بجيب حاجاتي بالشهر، بس الاسبوع ده نزلت جبت حاجات الاسبوع. فيلا بينا نشوف جبنا ايه وعملنا ايه. الحاجات دي كلها ب50 جنيه من عند بتاع المنظفات. كلنا طبعا عندنا محلات منظفات، والاسعار بتختلف من مكان لمكان. انا هقول لكم الاسعار وهقول لكم جبت كل حاجة بكام. وهي ال50 جنيه دي بس اللي جبت بها كل الحاجات دي. زي ما انا قلت لكم، على حسب كل مكان وعلى حسب اختلاف الاسعار. فيلا بينا نشوف هنمشي الاسبوع ازاي. وميزانية الاسبوع من الغسيل ب50 جنيه بس، ومعانا مفيش مستحيل. اول حاجة، كيلو البريل ده ب10 جنيه. انا بجيب البريل الغالي ده. فعلا بيكون حلو ومركز، وبستخدمه طول الاسبوع بيكون حلو معايا. فيلا بينا نشوف منظفاتنا النهارده واللي احنا جبناه النهارده. ب50 جنيه بس هنغسل بيها ان شاء الله طول الاسبوع. وهنوفر مع بعض باذن الله. زي ما انا قلت لكم، انا كنت دايما بجيب حاجات الشهر، بس الاسبوع ده الدنيا ما كانتش لسه اتظبطت معايا، فقلت مش مشكله هنجيب حاجات الاسبوع ونمشي بيها الاسبوع. طبعا رحت جبتها عشان انا بعمل روتين في شقتي. روتين يوم السبت بشيل كل حاجه وبغسل. فيلا نشوف جبنا ايه. كيلو البريل ده ب10 جنيه. البريل ده بيكون تقيل ومركز وبيكون نضيف. انا بجيبه، يعني ممكن يكون غالي شويه بالنسبه لكم، بس حاجه كويسه. جبت كمان برسيل جل. طبعا انا غسالتي عاديه اللي هي ام حدين، او اللي هي من فوق، فبستخدم لها برسيل جل عادي. كيلو البرسيل الجل العادي ده ب... الكيلو ب4 جنيه. فانا جبت 2 كيلو ب8 جنيه. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان الكيلو بيغسل غسلتين او بيغسل دورتين كاملين. فانا جبت كمان 2 كيلو من برسيل الجل، قد كده 18 جنيه. جبت كمان يا بنات حاجة اسمها برفن غسيل. عندنا بيعملوا في محل المنظفات، بيكون حلو جدا. ممكن تغسلي بيه، هو رغوته حلوة، وممكن تغسلي بيه فواتح فوط. وريحته كمان حلوة، يعني ممكن تشطفي بيه او ممكن تغسلي بيه الدورة كلها. فانا برضو نص كيلو من برفن الغسيل ده هيغسل له دور. جبت برضو 2 كيلو من برفن الغسيل، كان الكيلو عامل 5 جنيه. يعني ال2 كيلو دول ب10 جنيه. يبقى ميزانيتي لحد دلوقتي 8 و10 و10 20 و8 28 جنيه. 2 كيلو من برسيل الجل، زي ما انا قلتلكوا عشان انا غسلتي بغسل بمسحوق عادي. فجبت البرسيل الجل العادي. وزي ما انا قلتلكوا، برفن الغسيل ده برضو ممكن تشطفي بيه، ريحته حلوه، وممكن تحطيه في الغساله عشان هو رغوه. من كل حاجه من دول ممكن اغسل بنص كيلو، هيغسل لي الدوره كامله. جبت كمان كيلو من الكلور الخام. الكلور الخام انا ما بقدرش استغنى عنه. بحب كده ان انا الم فوط المطبخ وانقعها بميه سخنه بكلور خام، وادعكها بالصابون البلدي، فبتنضف معايا جدا ومبتشيلش اي دهون ولا اي حاجه. فكان لازم ان انا اجيب كيلو من الكلور الخام. مثلا ممكن اطهر بيه الحمام، اطهر بيه ارضيه الحمام، فكان لازم يكون عندي الكلور الخام. فكيلو الكلور ده كان ب5 جنيه. يبقى كده ميزانيتنا لحد دلوقتي 10 و10 20 و8 28، 28 و5، يبقى 33 جنيه. يلا بينا نشوف ميزانيتنا كمان جبنا ايه. جبت طبعا 2 كيلو من الديتول. هو عندهم برضو ديتول بريحة، بيعمل بريحة كتير بالخوخ وحاجات كتير، بس انا جبت في اليوم ده اللي هو الديتول بريحة المطهر اللي احنا متعودين عليه، او الديتول بتاع التطهير. فانا برضو جبت 2 كيلو. الكيلو كان عامل 4 جنيه. فالكيلو كان عامل 4 جنيه، يبقى 33 و8 جنيه. هيبقى كده كان 41 جنيه. 41 جنيه. وجبت كمان كيسين من الأكس اللي هو ب5، كده 51 جنيه. هم خدوا مني ال50 وما خدوش مني الجنيه. فميزانيتي كانت النهاردة كان 50 جنيه. جبت حاجات كتير، وهغسل كذا كذا غسلة في الأسبوع. هغسل مواعين، طبعا كان عندي سلك فما جبت السلك. فلو هنجيب ب10 جنيه سلك أو ب5 جنيه هيمشي معاك الأسبوع، فكل الميزانية هتبقى في حدود 55 أو 60 جنيه. بس أنا جبت الحاجات دي كلها ب50 جنيه. هنغسل وهنمسح وهنغسل مواعين وهنطهر الارضيات. فما توقفيش الدنيا، اللي تقدري تمشيه وتعمليه اعمليه. مفيش حاجة هتقف، كل حاجة هتمشي. المهم ان هي تمشي بالرضا وطيب خاطر. ففعلا دي ميزانية الغسيل بتاعتي النهاردة. وزي ما انا قلت لكم، هتختلف من مكان لمكان على حسب السعر. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو محتاجين اي ميزانية في اي حاجة عرفوني وانا هعملها لكم. هتوحشوني جدا لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة، واتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده.